بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بحبنا لهم يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، معاشر الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك السمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الشهر العظيم في هذا اليوم العظيم أن يغفر لنا كل ذنب عظيم، وأن يجزينا بفضل هذه الأجواء الجزاء الحسن العظيم بمنه وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. الأصل والحرارة كما تعلمون أن تكون هذه الجلسة مدفوعة الأجر بدون درس، لأن الحرارة الأجر موجود، لكن خشيت أننا إذا لم نلقي الدرس أيضا يطالب البعض بإلغاء صلاة التراويح وبالتالي يعود الفجر، فقلنا نحاول أن نوفق بين هذا وذاك، وربي ضعف الأجور إن شاء الله. وقد علمنا من ديننا أن الغنم بقدر الغرم، قاعدة أصولية، يعني بقدر المشقة يكون الأجر إن شاء الله، بقدر الحرارة يكون أيضا الحسنات بإذن الله تعالى. المنافقون قديما قالوا للصحب الكرام في غزوة تبوك وقالوا لا تنفروا في الحر، ربي رد عليهم قال قل نار جهنم أشد حرا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصاياه الغالية الذهبية واحدة منهم لأبي ذر يقول صم يوما شديد الحر ليوم النشور. إن شاء الله هذا اليوم والأيام اللي قادمة والأيام اللي فاتت إذا كان فيها حر ومشقة ربي خففنا علينا بها إن شاء الله من أيام يوم جهنم ويوم عفوا يوم الآخر يوم القيامة اللي قالوا عليه يراه الناس بعيدا، لكن الله عز وجل قال هو قريب في علم الله عز وجل. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله يلطف بنا ويرحمنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. وصلا بالحديث بسرعة إن شاء الله، حتى لأنها أيام قد لا يجد الزمن وقد لا ندري ما يحدث، ونحرم هذه النعمة، نعمة الأمن اللي راهي في وطننا، وربي يزيد يوسعها علينا يا جماعة ويحفظها لنا من الزوال. كلنا نتابع ما يحدث في العالم العربي، لا نعلق بالطبع، كل حادث راه معروف أسبابه، لكن نعمة الأمن اللي من بها ربي علينا ربما. وقد مررنا بهذا الطريق في التسعينات، الآن صرنا نعرف ما معنى الأمن، ولذلك نقول اعذروني على هذه المقدمة غير المحضرة وغير مدرجة أصلا، لكن جاءت نعمة الأمن ينبغي أن نتفق عليها جميعا وأن ندافع عليها جميعا، وأن لا نسمح لأي كان بأي ذريعة من الذرائع أن يشوش علينا فيها. يا أخواتنا الله عز وجل بغى يمن على قريش قال وآمنهم من جوع، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أنك تخرج وتسافر وتجتمع وتصلي، فهذه نعمة الله أدمها نعمة واحفظها من الزوال. مع القرآن الكريم دائما سؤال هذه الليلة من خلال السلسلة مع القرآن الكريم سؤالا وجوابا، ومع قصة القرآن الكريم دائما السؤال القديم الجديد ومفاده: هل القرآن الذي أصلح الله به من سبق من أمتنا، وأقصد بهم الصدر الأول واليد الثالث من صفوف الأمة من التابعين وغيرهم، أصلح كان القرآن هو دستورهم، كان القرآن هو منهج حياتهم، يرجعون إليه في كل شيء، الشؤون الفردية والشؤون الأسرية والزواج والطلاق وبيع والشراء وتقاضي، وإذا كانت وقعت بينهم دماء يرجعون إلى القرآن،
فيه كل شيء. هل هذا القرآن يصلح لنا اليوم؟ هو سؤال قد يبدو غريبا، لكن لأننا سمعنا ونسمع دائما أن بعض الأبواب وبعض الأقلام في بعض الأحيان يتكلموا ويقولوا يا جماعة الخير بقصد أو بغير قصد القرآن إنما أنزل لفترة زمنية معينة عالج به منزله ظروفا ومشاكل كانت تخص ذلك الزمن. أما نحن اليوم عندنا مشاكل من نوع آخر، عندنا حاجة اسمها البطالة، عندنا حاجة اسمها أزمة السكن، عندنا حاجة اسمها التسرب، عندنا حاجة اسمها آفة المخدرات، عندنا حاجة اسمها التعدي على الأصول، يعني الأولاد يضربوا والديهم ويدوا من دار العجزة، عندنا حاجة اسمها التبرج الفاحش، عندنا حاجة اسمها عندنا مشاكل بالآلاف هي وليدة هذا العصر، عندنا حاجة اسمها احتلال، عندنا حاجة اسمها تفرق بين المسلمين. فعلنا بهذا الكتاب القديم الذي أتى عليه 14 قرن وزيادة أن يعالج مشاكل اليوم. وفي حق يعني ممكن نطرح هذا السؤال ويجب أن نجيب عليه بسرعة يا إخواني. في البداية نقول إن الإشكالية لا تكمن في الإجابة ولكن تكمن في السؤال نفسه. هذا الناس اللي يقولوا لنا، وأنا سمعت وربما سمعت في بعض الحوارات في التلفزيون سواء الجزائري أو بعض القنوات العربية، إذا طرح السؤال وطرحه دعاة لا يسمون بالحل الإسلامي، احنا اللي نقول علاج الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها في كل قضاياها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والمشاكل التي تخبط فيها الأمة، علاجها كما نادى ذلك المنادي ذات يوم يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تعودوا إلى القرآن. احنا يا إخواننا اللي تربينا الحمد لله، يعني أقصد النفر الكبير العظيم من هذه الأمة، كبار وصغار ومثقفين ونساء ورجال، اللي يقولوا ان الحل والعلاج تاعنا في هذا الدين الحالي، في هذا الإسلام، في هذا القرآن، رغم اختلاف وجهات النظر، كل واحد يرى فهم هذا الدين، لكن رغم هذا نقول حلنا بالعودة إلى هذا الدين. في الجهات الأخرى من يجادل يقول لك يسمع بيت الجبن 14 قرن، يسمع هذا القرآن ينزل على قوم كانت عندهم مشاكل خاصة بذاتهم، ما يسمى بالأخذ بالثأر، واحد يقتل له خوه يغافلهم، كان فيه الإغارة، كان فيه الرجال يحقروا النساء بزاف، كان فيه الرق والعبيد، كان فيه الخبط داير حالة. هذه الظروف وهذه المشاكل نزل القرآن لمعالجتها. أما اليوم لا، مشكلة الهجرة، مشكلة الحرقة، مشكلة الإعلام والتقنية، مشكلة القرصنة الإعلامية، مشكلة الفيسبوك وتويتر، كذا القرآن بيجيوه لا يستقيم. وهنا يا إخوان نقول حتى نوجد المفتاح، يخطئ صنفان من الناس، ركزوا يا خاطرنا وشباب على وجه الخصوص، يخطئ صنفان من الناس حينما ينظرون إلى القرآن على أنه كتاب ينبغي أن يوضع في قفص، في صندوق. بمعنى بعض الناس يريدون أن يضعوا القرآن في صندوق اسمه صندوق الاتهام، وبعض الناس يريدون أن يضعوا القرآن في صندوق آخر اسمه صندوق من ذهب. هذول اللي يغيروا على الكتاب يجدوا القرآن غير القرآن، أو دور القرآن تغير وقرأ، أو دور القرآن غير وهو المس القرآن، أو القرآن غير وهو ديره في الحال، أو القرآن غير وهو طلق القرآن في النظر، أو غير وهو حفظ القرآن. يعني كأنك كلما أردت أن تقترب من القرآن تلاوة أو تفسيرا أو تطبيقا أو دعوة إلى يرد غير واحد، هؤلاء يريدون أن يجعلوا القرآن في قفص من ذهب، يخلوه هناك. وين نرجعوا له؟ نرجعوا له نهار الموت، نرجعوا له نتبرك به نهار يكون عندنا نظر. صنف آخر للأسف خربت عقولهم نتيجة ثقافة غربية، أي حاجة تصرف وأنا سمعتها بهذه الأذن، هذه كاع وما بديش يقولوا مباشرة القرآن هو السبب، صح هذو كاع اللي متبعين القرآن، هذو كاع نتاع المساجد. وإلا فسروا لي ما معنى تصرى حادثة في تونس أمس من بين القرارات التي تتخذ غلق المساجد، يعني يتبع غير دائما نروحوا للمحبور. قال طيب نتيجة الظروف الأمنية وإحنا نقدروا هذا الشيء اللي أنا مررنا به، قال أخذ الله حالة الطوارئ وين كان تجمعات، لا سواء بيوت ليلية ولا سينما ولا مسارح، لا يا أخويا حفاظ على ولا نروحوا المساجد، لأن هؤلاء صار في
التلفزيون، بعض الإرهاب لا يخرج من المدارس، بعض الإرهاب لا يخرج من الصحف والجرائد، بعض الإرهاب لا يخرج من دور السينما، بعض الإرهاب لا يخرج من الخلاعة والتبرج الفاحش والفساد، بعض الإرهاب لا يخرج من السرقات المالية تاع الملعون. فالشباب أغلقت دونه الأبواب كلها، مصاب رحلين المخدرات صارها ما تخرجوش، صار ناس استغلوه ووظفوه وعطوه الدراهم. فلماذا انتهي المساجد؟ ومن ورائها لماذا انتهي المظهر الإسلامي العباية واللحية؟ ومن ورائها لماذا نتهم الحجاب؟ ومن ورائها لماذا نتهم القرآن الكريم؟ أبدا، القرآن الكريم قال فيه الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، قصاص حياة يا أولي الألباب. أعود إلى سؤال جوهر، هل القرآن يصلح اليوم؟ ما نطبقه ولا لا يصلح؟ أنا عارف لكم أنا قاعد تقولوا لي يصلح، لكن لو طلبنا الدليل لا، أنا أقول لكم لا يصلح الآن. ما رأيكم؟ لا يصلح أن نطبق عنه. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بالمفهوم اللي راه عند كثير من الناس رهضان بأن القرآن دعا إلى قطع يد السارق ورجم الزاني وجلده وتحريم بعض المحرمات وانتهى الأمر. كأننا إذا أردنا أن نطبق القرآن قضية من غد إن شاء الله نجيب القرآن، يعني نجيب الموسى والسكين. لا، القرآن أبعد من ذلك. لم يأتي القرآن ليعذب الناس وإنما جاء لهدايتهم. لأجل هذا قرر علماؤنا يا أخوان قديما وكتبوا في ذلك كتبا أن القرآن الكريم قسمان. ما وجد من الفاتحة إلى سورة الناس قسمان: قسم نزل من الله عز وجل بدون سبب ولا سؤال ولا قضية ولا مشكلة، وإنما جاء لهداية الناس. من ذلك القصص القرآني. اليوم غادي نكمل نصف سورة يوسف عليه السلام. لم يحدث أي شيء، مش كانت عند العرب مشاكل نزلت سورة يوسف، لا، جاءت لتعطينا النموذج، لتشرح لنا كيف عاش الأنبياء، لتعطينا العبرة والدروس. كثير من القرآن. وفيه قسم ثاني من القرآن الكريم اسمه القسم الذي نزل بسبب نزول، عنده سبب نزول، يعني وقعت حادثة، قضية، مشكلة، فنزل القرآن بشأنها ليعطيك حل. أو النبي عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا من الأسئلة الخاصة بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، فنزل القرآن ليعطي الإجابة. ولذلك قالوا في علم أسباب النزول سبب النزول هو ما نزل القرآن بشأنه حين وقوعه بسبب حادثة أو سؤال. صار حادثة ينزل. وقد ذكرنا قبل ليلة أو ليلتين جاءت امرأة وهي خولة بنت ثعلبة زوجته أوس بن الصامت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله زوجي أوس ظلمني بعد اللي ذهب الشباب تاعي وأنجبت له الولد وفعلت. قال أنت علي كظهر أمي. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت يا رسول الله ضربني. قال ما أراك إلا قد حرمت علي. الحكم اللي راه عندي ضرب ما دام قالت أنت كمة راكي كمة، صح شيء يدير الله وعليه. حينها في الثالثة حينما قال أشكو أمري إلى الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ عند نزول الوحي. حينها جاء القرآن أبشر يا حول لقد أنزل الله بشأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقول هذه الآية وما نزل عقبها من أحكام اللي يقول المرأة راك عليا كما واش يدير؟ اسمه حكم الظهار. أنت علي كظهري عنها أحكام كما الملاعنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا ومن الأنصار يأتي بيته فيجد رجلا أجنبيا مع زوجته أيقتلهما معا أم ماذا يفعل؟ خاطر ربي قال والذين يعني في حق الزنا اللي يتهم واحد بالزنا لازم يجي من 4 أشهر كلهم رأوا الحادث رأوه عيانا. فهذا الرجل شق عليه قال يا رسول الله مثلا قال واحد منا يجي الدوام ويلقى زوجته لا سمح الله مع رجل أجنبي ماذا يفعل؟ أيذهب للبحث عن 4 شهور يكون الموقف قد انفض خلاص أيقتلهما يكون يشير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص القرآن يجب 4 أشهر. لما لم يكن نزلت الآية والذين يرمون أزواجهم يقول باللي زوجتي لا سمح الله وجدت ولم يكن لهم معه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يفضيه هو ما عندوش 4 أشهر وش يدير؟ قال فشهادة
فعلي لعنة الله، والخامسة اللعنة الله، ويدرأ عنها العذاب إذا بغت ما تتعذبش أن تشهد لله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة اللعنة لا أن غضب الله. شوف الرجل اللعنة الله، أما في المرأة أن غضب الله عنه إن كان من صادق. تجي يقولون بتسلم وما نقولها يعني ما نفيش فيها حكم الرجل، وتقول أشهد الله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين. لولا تعاود الزوجة 4 مرات، في الخامسة تقول أشهد الله الذي لا إله إلا إنه لمن الكاذبين وإلا فغضب الله عليه. واحدة النكتة كما يقول بسيطة رائعة جدا. على الرجل قال لعنة الله، وفي المرأة قال غضب الله عليه. قال علماؤنا الرجل إذا كذب على المرأة بيتها أو يشوهها صورتها يشهد 4 شهادات، وإذا كان كذب ربي قال له لعنة الله عليك، يعني أنت مطرود كليا من رحمة الله. صح المرأة إذا كذبتها بهدلت نفسها في الخامسة غضب الله عليها فقط، ليش مطرود على قال ربما كانت حاملا، وإذا كان قلنا لعنة الله عليها راح تطرد من الرحمة هي ومن في بطنها، فربي خفف عليها على جنة الجنة. شوف الحكمة الربانية، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل. إذا لما وقعت هذا السؤال نزل، إذا هذا اسمه سبب النزول. في بعض الأحيان كان واحد يجي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله سمعنا واحد القصة عن رجل جال المشارق والمغارب، الحكاية اللي صحيحة منهاش. يقول القرآن يسألونك عن ذي القرنين، يقول سأتلو عليكم من وذكر، ويجيب سورة الكهف يعني يحكي قصته كاملة. بعض الأحيان يسألونه عن مسألة حاضرة، يقول يا رسول الله حدثنا عن الروح، وش هي الروح؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بعض الأحيان يسألونه عن سؤال مستقبلي مثلا قاعد ما تشهد، يقول يا محمد متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة في أيام واحد ولا لا؟ هذا العلم سبب النزول عالج حوادث ومشاكل صارت، أو أجاب عن أسئلة طرحت خاصة بالماضي أو الحاضر أو المستقبل. ما الغرض؟ ما الفائدة من هذا؟ العلم اللي اسمه علم سبب النزول ضروري جدا، حتى لا ينشأ في الإسلام من يقرأ آية ويقول وإلا سأقرأ عليكم آية وسأربطها بسبب نزولها. لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مش كما قال فاستغفروا فيه وتأثيروا. طيب خلينا ومن بعد الله عز وجل إلى أن يقول فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا انتهينا يا رب. تقرأ الآية من سورة المائدة بعدها مباشرة توجد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تقرأ الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ما دام المؤمن متقي لله عز وجل ما عليك حتى شيء اللي كليتها حلال واللي شربتها حلال. معليش الشيخ نشرب هذه اللي يضرب يديرها قال معليش وعلى تشرب. القرآن يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صح ولا؟ فهذا الرجل الذي يدعي هذه الادعاء وأمثلة كثيرة نجيب عليه، وسأختم بحديث يعالج هذه المسألة نجيب عنه من خلال سبب النزول. لما نزلت هذه الآية بتاعت فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومن بعد فهل أنتم هذه نزلت بعد رسول أحد. الصحابة رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وإخواننا الذين كانوا من قبل يشربون الخمر وقتلوا في غزوة أحد ما مصيرهم؟ هذه الآية تطبق عليهم. ربي جاوبها وجاوبوا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات شكون هو؟ من يحضر غزوة أحد يروح يشرب. بصح قاعد هنا في المكيف ويقول يا كذا والله يحدث كما هذا الشيخ المعمم صاحب اللحية البيضاء في سيارة فارهة جاي مر في زماننا هذا مر حي جامعي فيه فتيات ما شاء الله من كل صنف، فشفت كأنهن بنات حبس ركبوا بناتي ركبوا مروا بدأت كل واحدة تغمز الأخرى سقسي هذا بينها حسب حيعرف يا شيخ يا الحاج معليش نكفنا سقسي قالوا تفضلوا بناتي. قلت له كاين واحد الآية ولا حديث هذه في الأولى المنطلقة ما يعرفها آية ولا حديث. قلت له كاين آية ولا حديث يقول فيها شكون هذا اللي يقول أنتم عمرها يقول فيها
النساء ناقصات عقل ودين. قال نعم يا بني، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هاو انت كذا قال له بصح ما تشوفش بلي هذا حديث غلط، ها من الطرف الثاني غلط، لا تحكم. قال علاه بنتي؟ قال له كيف النساء ناقصات عقل؟ انا اللي راني نسال فيه راني كروازياماني ماستر، عفوا دوزياماني ماستر في علوم علم النفس، وهذه زميلتي اللي رايح اللي راهي تنسيه وفي ليسانس الشيخ عندها يتحضر في بريمير راني دكتوراه في علم الاجتماع، والثالثه هذيك عندها انجينيورا كذا كاع قلنا ناقصات. قال لا يا بنتي راكي غلطه في الطرح تاعك. هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاه والسلام على الانسان تاع زمانه. النساء ناقصات عقل ودين تاع ذاك الزمان، اما انتم لا عقل لا دين منكم. لازم بعض الناس نجاوبهم يعني لا أعمم، هذه فقط نكتة أو طرفة حتى ننظف الجو، وأيضا نصحح بعض الأخطاء يا أخوان. اليوم بعض السذج للأسف مازال ما عرفش اسمه من لقبه من كنيته وشنو الفرق بيناتهم، ويجي يتجرأ مباشرة على كتاب الله تعالى. كيفاش واحد يجيني يقول فعلا اليوم يقول لي مش كاينه واحد الآية يقول فيها الله عز وجل سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. السماوات والأرض كاع فيها الجنة والنار وين راهي؟ قلت له يا ربي تكلمنا بعرضها السماوات والارض الجنه، نروح نحوسوا على الطول تاعها بل نحوسوا بعد النار. يعني كانك حصرت الجنه والنار في الدنيا هذه. فهناك علم الله عز وجل واسع، وعليه يا اخواني هذا العلم اللي اسمه سبب النزول ينبغي ان نعود اليه، ان نراجعه. وقد كتب في ذلك كتب منها لباب النقول في اسباب نزول الامام السيوطي، جبنا كاع الايات وعليها. الآيات اللي نزلت لسبب ما أو إجابة على سؤال ما ليست خاصة بذلك الزمان، تصلح لكل زمان ولكل مكان. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم الصلاة حادثة ونزل القرآن أعطاهم ذاك الدواء، لكن ذاك الدواء يصلح لكل زمان ولكل مكان. ما يجيناش واحد يقول لنا يا جماعة انتهى أمر كذا. ولذلك القرآن الكريم فيه إشارات كثيرة. نعود إلى السؤال الذي طرحناه: هل القرآن يصلح لكل زمان ومكان؟ يمكننا أن نجيب بعكس هذا السؤال، نقول هل الزمان يصلح لاستيعاب القرآن؟ القرآن يا جماعة هو كتاب السماء إلى الأرض، هو دستور الله عز وجل إلى عباده يبين لهم فيه الشؤون الفردية والأسرية، وفيه الشؤون الجنائية والمدنية، وفيه أمور الدنيا وفيه الآخرة، وفيه الخير والعلم والبركة، وفيه اللغة وفيه الإعجاز. كل هذا إن كان في وقت متسع في قابل الأيام سنتناوله إن شاء الله. نطوي هذا الملف اليوم لنعود غدا بحول الله تعالى مع سؤال آخر للقرآن الكريم طرح، وهو نطرحه اليوم لنجيب عنه غدا حسب تقدير، وهو: ما هي نظرة القرآن الكريم وتصويره لكلمة الغيب؟ احنا أول آية امتحنا بها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين. أول صفة من صفات الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل بالغيب. إذا الإيمان بالغيب هو في الحق امتحان كبير، أن تؤمن بالشيء لا تراه ولم تراه. هذا كيف تناوله القرآن؟ ما هي أمثلة على ذلك؟ قبل أن نغوص إلى بعض الأرقام سنعطيها لإخواننا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الكلام تنزيل من حكيم خبير. واحد اسمه الإعجاز الرقمي أو الإعجاز العددي في القرآن الكريم، سنذكر أمثلة في أولها. إلى ذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يحفظ لنا كتابنا، وأن يحفظ لنا وطننا، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتقبل منا. آمين، والحمد لله رب العالمين.